عايز أعيش معاك يا رب. نفسك تبطل خطية؟ نفسي أبطل خطية، نفسي أبقى معاك. فالكنيسة تقول لك أنا هساعدك بقى بالموضوع ده. عشان تعيش مع ربنا لازم تعيش حاجة اسمها حياة التوبة. عشان كده مفهوم التوبة عندنا في كنيستنا هو مش مفهوم لحظة، لكن هو مفهوم حياة. يعني مش معنى ان انا باجي في لحظة بقول انا تبت وخلاص، لا، كنيسة تقول لك ده حياة كاملة، انا بعيش حياة كاملة اسمها حياة التوبة. يوم ما بتعيش الحياة دي انت بتبقى ملتصق بالله. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بسم الله والابن والروح القدس إلهنا الواحد أمين. هناك اشتياق في قلب كل إنسان نحو الله، حتى لو كان الإنسان ده خاطئ، في صوت بيبقى موجود داخله باستمرار نحو الله. ودي حاجة ربنا حطها في الإنسان عشان خاطر يفضل الإنسان مرتبط بخالقه. ممكن نسميه صوت الضمير، صوت العقل، حاجات كتيرة ممكن تتسمى بيها. لكن كنيستنا الجميلة الحلوة، كنيستنا القبطية، وصفت لنا هذا الصوت بحياة، مش مجرد صوت جوه الإنسان وخلاص. ويعني عملته في صورة جميلة حلوة هنشوفها مع بعض دلوقتي. وهذا الموضوع فيما يسمى التوبة. زي ما بقول لكم كل إنسان ليه اشتياق نحو ربنا. أنا عايز أعيش معاك يا رب. نفسك تبطل خطية؟ نفسي أبطل خطية، نفسي أبقى معاك. فالكنيسة تقول لك أنا هساعدك بقى بالموضوع ده. عشان تعيش مع ربنا لازم تعيش حاجة اسمها حياة التوبة. عشان كده مفهوم التوبة عندنا في كنيستنا هو مش مفهوم لحظة، لكن هو مفهوم حياة. يعني مش معنى ان انا باجي في لحظة بقول انا تبت وخلاص، لا، كنيسة تقول لك ده حياة كاملة، انا بعيش حياة كاملة اسمها حياة التوبة. يوم ما بتعيش الحياة دي انت بتبقى ملتصق بالله. بقول لك الكلام ده، بقول ان الله قدوس، والقداسة اللي عند الله دي ما تستحملش ان هو يرتبط بحد فيه خطية او فيه شر. عشان كده بقول ان كل واحد فينا واخد المعمودية، هو روح القدوس، روح الله القدوس موجود بداخله، لكن بيختلف من شخص لآخر حسب هو عامل ايه في حياته. لو واحد شرير بتلاقي روح الله كامن مش واخد حريته ومش عارف يشتغل معاه، لأن زي ما قلت لكم الله قدوس ما يستحملش يقعد مع الشر. لكن لو واحد عايش حياة بقى التوبة الجميلة بتلاقي الروح القدوس داخله بيعمل بكل طاقة، بيعمل بكل جهد، بيملى كيانه. بتلاقوا عينه حلوة، بتلاقوا ودانه حلوة، بتلاقوا لسانه حلو، بتلاقوا كل شيء فيه حلو، لأنه ماله؟ إن روح الله بيشتغل فيه. أنا بقول المقدمة دي عشان أشوقك للحياة دي. إذا كان كل واحد فينا نفسه يعيش مع ربنا ودي اشتياقاته، طب إيه اللي بيعطلك؟ إيه اللي بيخلي الموضوع صعب؟ إيه اللي بيخلي الموضوع يعني بنعيشه فترة ونقع فترة؟ هنشوف شوية معوقات كده بتقابلنا في الحياة دي، ولما بنعرف السبب يقول إذا عرف السبب بطل العجب. لو عرفنا السبب ربما نعرف نعمل حسابنا. أي جيش بيحارب جيش آخر بيجمع شوية معلومات عنه عشان يعرف يتعامل مع الجيش اللي داخل يحاربه. فالنهاردة هنعرف شوية معلومات، نفهم شوية حاجات عشان خاطر نعرف نقاوم الشيطان وغيره ونعرف نعيش هذه الحياة. بس خلينا ناخد مبدأ الأول عايز أتكلم معاكم فيه، إن بداية التوبة سهلة. يعني إن أنا أبدأ توبتي دي حاجة سهلة ودي كويسة وبعرف أعملها، لكن الشطارة في الاستمرارية، إزاي أستمر في حياة التوبة، هي دي اللي محتاجة شوية شغل ومحتاجة جهد ومحتاجة نفهم
ايه اللي بيحصل عشان اقدر استمر. لكن البداية ممكن يعني كتير بتجيلنا اوقات انا قررت يا رب ان انا اتوب، ونجري ونروح نقعد نقبل اعترافنا ونتناول، وبتبقى بداية جميلة حلوة، انا مش بقول عليها حاجة. بس الشاطر اللي يكمل بعد كده، ربما بعد ما اطلع من الكنيسة اقع في خطية، وكل قرارات التوبة اللي عدت دي راحت هدر. ودي بنشوفها كتير قوي الحقيقة في ليلة راس سنة. يعني ليلة راس سنة بتلاقي كلنا قاعدين في الكنيسة عمالين ناخد في شوية وعود مع ربنا وشوية قرارات مع ربنا هذه حجمها، وسخنين قوي بقى، ويعدي يومين ثلاثة في أول السنة الجديدة وتلاقي العملية كلها اتنست. عشان كده بقول الاستمرارية هي الأهم مش البداية. إذا كانت البداية مهمة لكن الاستمرارية هي الأهم. طيب خليني الأول بس ناخد مع بعض إيه اللي بيعوق إن أنا أعيش في حياة التوبة دي. زي ما قلنا، إذا لو كان أنا نفسي أعيش معاك يا رب وده اشتياقاتي الداخلية، ودي حاجة حلوة إن يكون عنده الواحد اشتياقات دي، بس خلينا نشوف إيه المعوقات اللي ممكن تعوق هذه الحياة. أول طبعا عائق يجي في ذهننا وده سهل جدا ومعروف، هو عدو الخير. ببساطة شديدة أنا لما بعيش حياة التوبة أنا بقول للشيطان أنا رفضك وعايز أعيش مع ربنا. ببساطة شديدة الشيطان هيعمل إيه بدوره؟ هيعطلني. لازم أفهم القصة دي، وإحنا نقول كده نحن لا نجهل أفكاره. عارفين الشيطان هيعمل إيه؟ أصل هو لو ما حاربش الإنسان اللي سابه وراح لربنا فقد وظيفته، هو هيشتغل يعمل إيه؟ عشان كده خدوها قاعدة، يوم ما تلاقي إن الشيطان مش بيحاربك اعرف إنك إيه؟ واقع في خطية. على طول كده، أول ما تلاقي إن مفيش حروب جاية عليك من الشيطان اعرف إنك أنت مش عايش مع ربنا، لأنه هو هيحاربك ليه؟ واحد ماشي معاه وبيلبي له كل طلباته هيحاربه ليه؟ ده خلاص ده صيد مأمن عليه وخلاص واثق إن هو معاه، فمش بيحاربه، مش بيبذل معاه مجهود. عشان كده لازم نفهم إن أكتر حاجة بتعوق حياة التوبة وتعوق اشتياقاتك اللي أنت عايز تعيشها مع ربنا هو الشيطان. حروبه كتيرة وإن هو يقعد يعطل الموضوع ده كتير قوي. وطبعا عندنا نماذج كتير في الكنيسة شفنا الشيطان كان بيحاربهم ازاي وبكل قوة، بالذات لما تكون انت جاي من حياة بعيد عن ربنا وجاي لربنا. قديس موسى الأسود طبعا الشيطان حاربه حروب كتيرة وبيفكروا دايما بالقديم. عشان كده الحياة القداسة اللي بنعيشها مع ربنا دي محتاجة مني مجهود في مقاومة الشيطان. يعني لازم انت تتعود انك انت هتخش على الحرب دي عارف انها حرب صعبة، يقول عنه كده كأسد زائر، قاعد متحفز ويقعد يحارب فيك باستمرار. سفر يشوع يقول كده، ابن سراخ يقول يا بني إن أتيت لخدمة الرب فأعد نفسك للتجربة. يعني لو قررت إنك تيجي تحط ذاتك قدام ربنا تقول يا رب أنا حياتي بقت ليك خلاص، خلي بالك إنك هتجيلك حرب شيطان كبيرة جدا. ما تتوقعش إن الموضوع هيبقى بالسهولة. عشان كده خلي بالك، لازم لما بعمل قصة الحياة التوبة دي ما ينفعش ان انا اخش في الحتة دي بمجهودي. بمعنى ليه احنا دايما بنقدم توبة ونبقى قرارات قوية ونقع؟ عشان ببساطة شديدة ما بنعملش حساب لعدو الخير وحربه. يجي حربك وانت مش عامل حسابك فبتقع من اول جولة. عشان كده الموضوع محتاج ايه؟ محتاج مع التوبة محتاج شوية أسلحة تتحصن بيها. وصدقوني عايز أقول لكم على حاجة، يعني بالذات في بدايات التوبة وانت ماشي بقى كده في الحياة دي، لو فقدت الأسلحة دي اللي هقولها كمان شوية ربما ما تكملش.
لأن الشيطان في الحرب دي هو أقوى مني ومنك، ودي حاجة معروفة. فمحتاج إنك أنت تتحصن بقى بالسلاح. خد عندك سلاح صلاة، سلاح قراية إنجيل، سلاح صوم، سلاح طبعا الإفخارستية، التناول. كل دي أسلحة لازم لما يعني أنت تقدم توبة لازم تتحصن بيها. عشان كده الكنيسة ربطت سر التوبة والاعتراف، ربطته بسر التناول. طبعا عشان بناخد المغفرة دي رقم واحد، لكن كمان بناخد تحصينة. عشان كده محتاج لما بتخش في الحياة دي وتقرر، اعرف عدوك. هيسيبك؟ لا طبعا مش هيسيبك، هيبقى لازم هيحارب. طب عشان يحارب أنا لازم أعمل إيه؟ لازم أقاومه. طب لا أقاومه بصدري مش هينفع، يبقى لازم أقاومه بإيه؟ أقاومه بالأسلحة اللي ربنا ادهن لي. يقول لك أعطيتكم السلطان أن ندوسوا الحياة والعقارب وكل قوات العدو. طب السلطان ده أخدناه إزاي يا رب؟ يقول لك اديتهولك بحاجات كتير، أسلحة تقدر تقاوم بيها الشيطان. ده كان أحد أو أهم المعوقات اللي بتعوق الإنسان اللي عنده اشتياق إنه يعيش مع الله. وبكرر النقطة دي عشان تبقى واضحة في ذهننا. اللي عنده اشتياق يعيش مع ربنا في حياة توبة، إن زي ما قلنا في الأول، لو واحد ما عندوش الاشتياق ده ومش عايز يعيش حياة التوبة دي، مش هيلاقي حرب من الشيطان. تقولي طب ما كده أحسن. أقول لك بس فقدت الثمن. ما هي ليها طبعا كنز ده عشان تاخده لازم تبذل مجهود عشانه. تاني معوق ناخده مع بعض النهارده، معوق اسمه الضعف البشري. انواع الخطاة كتير. ممكن تلاقي خاطي فاجر، خاطي وقع في خطية عن عدم معرفة، وقع في خطية مثلا عن ضعف. عايز اتكلم على موضوع الضعف البشري. يا أحب الله عارف إن الإنسان ضعيف، وعارف إن الإنسان هيقع في الخطية. ربنا عارف الموضوع ده من ساعة ما خلق الإنسان. تقول لي طب ما طالما ربنا عارف إن الإنسان هيقع في خطية، طب ما إيه لازمتها بقى؟ أقول لك لا، تفرق شخصين قدام ربنا. اديكم مثال صغير. واحد الشيطان عرض عليه الخطية، انبسط بيها، وقع في الخطية. شخص تاني الشيطان عرض عليه نفس الخطية، بس قاوم على قد ما بيقدر قاوم، ووقع في نفس الخطية. الاتنين في الآخر مالهم؟ وقعوا. بس الاتنين قصاد ربنا شكلهم ايه؟ ده زي ده؟ لا طبعا. ده الله طبعا يعني بالنسبة له الخاطي صعب، اللي قبل الخطية بكل سهولة. شاف الشيطان بيعرض الخطية قال له أهلا وسهلا. التاني عمل ايه؟ التاني عرف يقول للشيطان لأ، قاوم على قد ما يقدر، بس بحتة بقى الضعف البشري ربما وقع. دي ربنا بقى يشوفها كبيرة قوي قوي قوي. عشان كده احنا نيجي في آخر القداس، بس أبونا ساعات يقولها سرا وساعات يقول الجملة دي جهرا: كلما ازدادت الخطية ازدادت النعمة. يعني كلما الخطية زادت عليك وانت عمال تقاوم أكتر وأكتر، ربنا يديك نعمة أكتر وأكتر إنك تعرف تقاومها. عشان كده القصة كلها أنا عندي ضعف بشري وبقع في الخطية، هل الله بيقبلني؟ يقبل، بس في حالة واحدة بس، لو شاف مننا حتة الكره للخطية. أنا مش حابب الخطية. طب حاجة أنا مش حاببها أنا بعمل إيه؟ أنا بقاومها. لكن على الطرف الآخر أنا الشيطان بيعرض عليها الخطية، بقول له أهلا وسهلا وبحبها وبقع فيها. فأنا ما عنديش هنا أي كره للخطية. بقول لربنا أنا بحبك وعايز أعيش معاك وكاره الخطية. طب يسمح للشيطان إنه بس يجربك في حاجة صغيرة. ما هو عايز يعمل لنا تيست، اختبار صغير، يشوف أنا فعلا أنا بقول له فعلا الكلام ده عملي، أنا بكره الشيطان وبكره الخطية وعايز أعيش حياة توبة معاك يا رب ولا لا. فيسمح للشيطان إنه يجربني بضعف معين ويشوف ردة الفعل. هل أنا بقاوم ولا بقع وبستسلم بسهولة؟ تفرق كتير. مع ان المحصلة زي ما قلت لكم في المثال اللي اديته لكم، الاتنين في الاخر وقعوا، بس فرق ما بين ده وما بين ده
حتة اسمها المقاومة. يعني احنا لو بصينا على كل القديسين الموجودين حوالينا في الكنيسة، بما ان القديسين دول كان ليهم جسد ودم عايشين في الارض زينا، اذا هم تحت الضعف. هل القديسين دول ما كانوش بيقعوا في خطيه؟ اكيد بيقعوا في خطيه. احنا بنقول كده ليس احد بلا خطيه ولو كانت حياته يوما واحدا على الارض. بس ايه الفرق ما بين القديسين دول وما بيننا يعني؟ ايه الفرق؟ الفرق هي قصه الجهاد والمقاومه دي. زي ما بقول الضعف البشري يعيق حياه التوبه، وده موجود عند كل الناس حتى القديسين، موجود الضعف البشري. عشان كده بقول هو معوق شديد لحياة التوبة، زي حروب الشيطان كده، هي معوق. الضعف البشري معوق كبير. بس نعرف نقاومه ازاي؟ احنا خدنا في النقطة الأولى الشيطان نحاربه بالأسلحة اللي ربنا اداها. الضعف البشري نقاومه ازاي؟ بالمقاومة. أمسك نفسي على قد ما بقدر، وبشوية بقى تدريب حلوة كل واحد فينا بياخدها مع أب اعترافه. عشان كده مهم في قعدة الاعتراف ان ابونا يديني تدريب. تقول لابونا كده انا الخطية دي تعباني، محتاج اخلص منها. ما تاخدش من فضلك الحل وتمشي، عشان لما تيجي الشيطان يعرض عليك الخطية دي تاني، انت محتاج تاخد تدريب. خد من اب اعترافك تدريب. قول لي يا ابونا اديني تدريب عشان اقدر اتغلب على الخطية دي لما الشيطان يجيبها لي مرة تانية، عشان اقدر انتصر عليه. محتاج شوية تدريب تساعدك بالمقاومة. هتلاقي ابونا يديك شوية حاجات كده تعملها، عدد مطانيات معين، صلوات معينة، شوية مزامير تساعدك، صوم ربما في بعض الحاجات القوية اللي محتاج فيها قوة جامدة. دي كلها مقاومة. اوعى تقاوم الشيطان ولا تقاوم ضعفك بمجهودك، صدقني مش هنقدر. انه من اسمها باين الضعف البشري. ربنا عارف ان طبيعتنا دي طبيعة فيها ضعف، مش قوية. عشان كده بتحتاج للايه؟ بتحتاج ان انا اعرف اقاوم. يقول لك كده الجسد يشتهي ضد الروح. يعني الروح عايزة تعيش مع ربنا وعايزة تعيش حياة توبة، تلاقي الجسد يعوقها، ضعف بشري. يبقى حابب الخطية، حابب يعمل حاجة مش حلوة، بيشتهي ضد الروح. فانت لازم تعمل ايه؟ المقاومة معناها ايه؟ ان نعمل زي ما عمل قال بولس الرسول كده، اقمع جسدي واستعبده. استعبده مش اذله، استعبده يعني اسيطر عليه، اعمل له كنترول، ما يبقاش هو يعني المتحكم فيا. زي الحصان، الحصان لازم ألجمه عشان أقدر أتحكم فيه، أقول له يمشي، يقف، يخش يمين شمال، أنا اللي بتحكم فيه. لكن لو حصان هايج بقى كده ملوش تحكم، بيموت اللي راكبه ووقعه ويعمل فيه حاجات صعبة. هي الجسد كده، لو أنا مش ملجمه وعامل له عملية قمع، ممكن طبعا زي ما هو بنقول كده بيشتهي ضد الروح، فهي الضعف ده يبقى زايد عليا يوقعني. النقطة الثالثة اللي ممكن تقاوم أو تعطل حياة التوبة وتخليني دايما مش عارف أعيش مع ربنا، إن في خطايا كتير في حياتي بتبقى حلوة ومحبوبة. ببساطة شديدة لو سألنا كده يعني، هي الخطية حلوة؟ الحقيقة خطية حلوة، حلو، براقة. اصل هي لو مش حلوة ومش براقة مش هتوقعني، لكن هي شكلها حلو، براق، ملفتة، بتشبع في الأول، لكن مشكلتها حاجة تانية، فيها بعدها مرارة رهيبة جدا. ودي كلنا بنحس بيها لما بنقع في خطية. في الأول بلاقيها حلوة وبتجذبني وبجري عليها، بس يوم ما بقع فيها بحس إن أنا مش طايق نفسي، قرفان من نفسي، مش حابب نفسي، مذلة. وبالأخص كمان لما تكون
خطية يسموها كده الخطية المحبوبة، الخطية اللي أنا مخبيها ساعات في قلبي، وحتى لما بقدم توبة وبقعد مع أب اعترافي مش عايز أبوح بيها. ليه؟ أنا حاببها، خطية حلوة مش عايز أخلص منها، هي اللي بتريحني، بتلبي لي طلباتي، بتبقى حاجة ماسكة فيا كده، فراكنها. تقعد بقى اللي هي راكنها دي بقى معطل رئيسي وشديد جدا لحياتك الروحية. كل ما تيجي تاخد قرار توبة وتبدأ فيه شوية تلاقي الخطية المحبوبة دي الشيطان يطلعها لك. ليه؟ ما أصل أنت ما فضحتهاش، ما قدمتش عنها توبة، سايبها راكنها، فبقت خطية بالنسبة لك هي حفرة. طول ما أنت ماشي في سكة التوبة تقع فيها، مش عارف تكمل، عاملة حاجز ليك مش عارف تكمل. لازم الحفرة دي تتسد، بمعنى أن لازم أطلع الخطية المحبوبة دي. عشان كده الخطية يقول عنها كده سفر الأمثال، يقول لك المياه المسروقة حلوة وخبز الخفية لذيذ. مياه المسروقة خطية حلوة، وخبز الخفية لذيذ، حاجات اللي بعملها في الخفاء. الخطية دايما المحبوبة بعملها لوحدي، أنواعها كتير مش عايز أخش فيها، كلنا فاهمينها، اللي بتبقى محدش شايفني. طبعا حلوة لذيذة زي ما سفر الأمثال بيقول، خبز الخفية لذيذ، لكن مرارتها بقى صعبة. وكلنا، وارجع أقول تاني، كلنا دقنا مرارة الخطية دي، الخطية المحبوبة، دقنا مرارتها ودقنا ذلها. والغريب يا أخي، حاجة غريبة بتحصل معانا، بعد ما بنتلسع من ذلها ومرارتها بنقول لا مش خلاص، دي آخر مرة ومش هعمل كده تاني، وقع فيها تاني. حاجة غريبة قوي. عشان كده نصيحة أقولها لك، حاول تفتكر مرارة الخطية لما الشيطان يعرضها عليك مرة تانية. بنبقى متضايقين جدا ومش عايزين يعني نقرب لها تاني. افتكر اللحظة دي لما الشيطان يعرضها عليك مرة تانية. ما تفتكرش الشيطان اصلا بيجيب لك حلاوتها، لما يعرضها عليك تاني يجيب لك حلاوتها. لا، انت افتكر مرارتها عشان يبقى عندك الدافع انك انت تقدر تقول له لا، انا مش هتذل تاني، انا مش طايقها. بلاش ان هو يغريك بحلاوتها مرة تانية. تفتكر اللحظة اللي انت اتذليت فيها منه وهو قاعد بيضحك عليك، انت مذلول وقرفان وهو قاعد مبسوط وفرحان انه عرف يوقعك. عشان كده خلي بالك من الخطية المحبوبة، دور عليها. يعني بمعنى لما بقعد في قعدة اعتراف مع أب اعترافي بنقي نفسي بالكامل ولا بسيب حاجة، كل شيء بصفيه، وبطلع من قعدة الاعتراف دي وأنا منظف كل قلبي بالكامل، ولا سايب حاجة. لو سايب حاجة ارجع لها بقى النهاردة، فكر فيها، دي بقت عاملة كده زي مسمار جحا، الشيطان يقدر يطلعها في أي وقت، في أي وقت، ويعطلك عن الحياة التوبة اللي احنا بنتكلم عليها. حاجة تانية رابعة ناخدها، حاجة اسمها تبرير الخطية. دي بقى حاجة بتعطل دايما حياة التوبة اللي احنا بنعيشها. تبرير الخطية، وسامحوني الموضوع ده منتشر كتير قوي. بسأل فلان أقول له حبيبي أنت بتقدم توبة؟ يقول لك يا ابونا أنا بروح أقعد معاه باعترافي باستمرار وأنا ملتزم بقعدة اعترافي طب بس شكل قعدة اعترافك إزاي؟ خلي بالك، عشان ربما أنا مش بمارس توبة حقيقية، هي شكلا أنا بقعد معاه باعترافي في أوقات منتظمة. وسامحوني في اللي هقوله ده عشان بناخد اعترافات وعارفين الكلام ده. نسبة كبيرة جدا من عادات الاعتراف ما بتبقاش توبة، كلها بتبقى ايه؟ تبرير للخطية. ودي على فكرة مش توبة خالص. تيجي واحدة مثلا تقول لي يا ابونا أنا
يعني ما بحبش حماتي وعارفه ان دي خطيه، بقول الله كويس مثلا دي خطيه بقى تقول لي بس عشان انت بس ما تعرفش هي عملت فيا وفيا وفيا وفيا. تحول الموضوع من توبه لادانه. خلي بالكم بقى قعده الاعترافات بقى، صدقوني معلش حاجه صعبه، بقت اغلبيه قعدات الاعترافات كده بنبرر الخطيه. قليل لما بنروح لابونا اب اعتراف يقول لابونا انا وقعت في الخطيه دي، انا عارف ان انا وحش، انا عارف ان انا غلطت. طب يا حبيبي ايه اللي وقعك في مش مهم يا ابونا ايه اللي وقعني. ساعات احنا نعمل اباء الاعتراف الاذكياء يعملوا كده اختبارات للمعترف، يقول له طب انت ايه اللي خلاك تعمل كده. في فرق بقى هنا بقى، الطريق بيفترق بقى. واحد يقول له اصل يا ابونا ما تعرفش، اصل اللي خلاني كذا وكذا 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 وكذا. وواحد تاني يقول لي مش مهم انا ايه الاسباب، انا وحش، انا في الاخر وقعت. ما انا لو بحب ربنا حب حقيقي من قلبي كنت عرفت اقاوم. مش عايز يبرر الخطيه، انا وقعت في الخطيه بس مش هبررها. ده واحد هو اللي بيقدم توبه مش بيبررها. ما بيعملش زي الفريسي، اني لست مثل باقي الناس. طلع ما خدش حاجه. التاني قال له ايه؟ ارحمني يا رب انا الخاطي، انا عارف ان انا خاطي. ما بررش الخطيه، يقول لك هذا خرج مبررا. عشان كده خلي بالك من تبرير الخطيه. بص على قعده اعترافك مع اب اعترافك، ايه اللي بيتقال؟ هل بقعد قدام اب اعترافي واقول له انا عملت كذا كذا وبصرخ لربنا اقول له ارحمني يا رب انا الخاطي، ولا بقعد قدام اب اعترافي بقول له انا عملت الخطيه دي بس قدسك ما تعرفش انا عملتها ليه، اصلي حصل كذا وكذا وكذا. تحول الموضوع لحكاوي ولإدانات للآخرين. لكن اللي باصص على نفسه مش على غيره، هو حابب انه ينقي قلبه ويعيش حياة التوبة دي، مش عايز مبررات، هو عايز ينظف، عايز ياخد الموضوع كده فعلا بقلب نقي، عايز ياخد الموضوع بجدية. أنا وقعت في الخطية، ما أنا عارف إن أنا لما وقعت في الخطية كان الشيطان بيهيئ الظروف وبيهيئ ناس عشان يوقعوني. ما هو بيعمل كده، خلي حد ينرفزك، يخلي حد يضايقك، يخلي حد يعمل لك حاجة. خليك فاهم بقى، خليك فاهم إن ما تحطش مبرر، ما هو عامل كده قاصد، بس أنا الغلبان المسكين وقعت، فخلاص وقعت، يبقى بعترف بضعفي، أنا بعترف بأن أنا بإرادتي عملت كده. فأرجوك ما تبررش الخطية. عملت خطية قدم عنها توبة أيا كانت الأسباب المحيطة بيها. خلي قعدة اعترافك كلها فحص لذاتك، مالكش دعوة بالآخرين مهما عملوا فيك. ما تجيبش لنفسك انك انت كويس بس لولا اللي عملوه فيك ما كنتش وقعت. لا، انا وقعت وخلصت، واللي كان واللي حصل، عشان تطلع مبرر. اخر حاجة عشان الوقت، تعوق حياة التوبة، ودي انا خليتها للاخر عشان مهمة قوي. بهتان صورة المسيح في اذهاننا للاسف. انا قدامي صورة حلوة للمسيح، لو هي واضحة وقوية قصادي وحبيبها، صورة السماء اللي مليها المسيح بكل مجده، لو الصورة دي واضحة قصادي هجري عليها، صدقوني، ومش هتهمني أي حاجة على الأرض، هجري عليها. المشكلة اللي بتحصل معانا في حياتنا إن الصورة دي بتبهت، فمش عاملة لي اشتياق، بتخليني مش مشتاق إن أنا أجري. إيه اللي بقى بيعمل البهتان ده؟ حاجات كتير بقى في العالم، مغريات كتير في العالم، حاجات بتخليني شوية مشتت. أنت عايز إيه في حياتك؟ اسأل السؤال ده، معلش كل واحد يسأله لنفسه. أنا عايز إيه؟ عايز الأرض وعايز السماء؟ قال لك ما ينفعش، لا يستطيع الإنسان أن يعبد سيدين، إما الله إما المال. مشتت، ما تعرفش كده. لازم تكون هدفك واضح. صدقني، قول أنا عايز الأرض أحسن،
عيش بقى للأرض وخلاص و... و... لكن تعرج بين الفرقتين دي ما بتجيبش نتيجة. يقول كده في سفر الرؤيا: ليتك باردا أو حارا، أما إنك فاتر فإني مزمع أن أتقيأك من فمي. ربنا ما يحبش الإنسان اللي على كل شكل ولون. عشان كده أنت عايز تعيش حياة التوبة، فكر: هل صورة السماء والمسيح واضحة في ذهنك؟ واضحة في عينيك كده؟ لو هي الصورة دي واضحة، أنت أوتوماتيك هتلاقي نفسك بتجري عليها لوحدك. عشان كده كانت دايما يقول كده: توبوا لقد اقترب منكم ملكوت الله. عشان كده خلي بالك، أنت محتاج توضح صورة المسيح قصادك. يا رب الموضوع يكون وضح في قدامنا، ونقدر نعيش هذه الحياة ونقرب من ربنا أكتر. لإلهنا المجد دائما أبديا، آمين. طيب نشوف سؤالين موجودين جولنا دلوقتي. السؤال الأول بيقول: هل الذين ألحدوا هل الصوت بيكون لسه عندهم؟ طبعا الصوت ربنا ينادي على كل واحد مهما كان موجود، حتى لو كان مش ألحدوا، حتى لو كانوا لم يقبلوا الإيمان. هو صوت الله لازم يجي لكل إنسان، عشان ما يجيش واحد يعني في اليوم الأخير كده لما يقف قصاد ربنا يبقى ليه عذر. يقول لك: أنت بلا عذر أيها الإنسان. يقول لك: يستد أمامه كل فم. يعني حتى الإنسان اللي ما قبلش الإيمان ربنا بيبعت له صوته، عشان لما يجي له يقف قدام العرش كده يقول له: فاكر أنا بعت لك صوتي في يوم كذا وكذا وكذا وكذا، بس أنت اللي سديت ودانك. فصوت الله بيوصل لكل إنسان، سواء هو قابل الإيمان أو غير قابل الإيمان، بعيد قريب، صوت الله بيوصل لكل واحد. السؤال الثاني اللي موجود وصل لنا: إزاي نقدر نتغلب على استباحة الخطية وإزاي نحددها ونقمعها؟ بالأسلحة اللي أنا قلت لك عليها. المسيح إلهنا ادانا المثل ووضح لنا الموضوع. قال لك: واحد قوي وعنده أمتعة وقادر يسيطر على بيته، لو حبيت أنا أخد الأمتعة بتاعته دي أعمل إيه؟ ما لو دخلت أنا عليه، هو قوي والمسيح وصفه قوي، هيموتك، هو مش هتقدر تتغلب عليه. طب إيه الحل؟ قال لك: لازم يجي اللي أقوى منه، اللي يقدر يقيده ويقدر ياخد الأمتعة بتاعته. مين بقى القوي ومين الأقوى منه؟ القوي هو الشيطان، والمسيح لنا وصف إن هو قوي، إن هو فعلا قوي. طب ده ينفع نتغلب عليه؟ قال لك: بس لو أنت دخلت عليه مش هتقدر، لازم تجيب اللي أقوى منه، تجيب المسيح. سلاح حلو معاك ربنا، خده معاك، ما تخليش ربنا في ظهرك، خلي ربنا دايما قصادك قدامك. بالأسلحة اللي معاك دي وممارستك لحياتك الروحية الحلوة، بصلاة بقى وصوم وتناول وقراية كتاب، هتضيع منك حتة الاستباحة للخطية. ليه؟ هتلاقي الكلام اللي انت بتقراه مثلا في كتاب مقدس ينقيك، يقول كده: أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يديك كده نقاء، يكشف لك. يقول لك الكلام اللي في الإنجيل ده عامل زي بطارية كده بتقعد تكشف جواك، تخش لجوه وطلع الحاجات المستخبية. فأنت لما بتمارس الحاجات دي أنت مش بتستبيح بعد كده الخطية، بتخاف، بيبقى عندك خوف الله، وده بيشتغل بقى بقوة. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك،
عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا ان احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بشير بسيط منك تقدر تخلي ناس تانية كمان تسمعه وتستفاد. And don't forget subscribe and active the notification ring.